أحد أيام التلات العادية جدا في سنة 284 هجريا 895 ميلاديا حصل حدث قلب الدنيا. فرح أسطوري مش معقول. محدش كان مصدق ان في فرح ممكن يكون بالشكل ده. الناس اللي عاشت الوقت ده قالت ان احنا عمرنا لا شفنا ولا هنشوف حاجة زي الفرح اللي احنا شفناه ده، سواء في مصر او في بغداد. الفرح ده كان فرح حفيدة احمد ابن طولون قطر الندى بنت ابنه خمروي، وده كان حدث مفصلي جدا في مصر وفي بغداد كمان. البنت دي كانت بنت جميلة جدا. تخيلوا احمد ابن طولون اللي دلعنا وهننا وجاب لنا حيوانات وعمل لنا حديقة حيوان وعمل قصر كبير وعمل جامع غريب قوي وعمل اساطير كتيرة، وكان هو بيحب الاساطير جدا يعني الحقيقة. وكمان الناس كانت بتحب بنته جدا. كانت اميرة جميلة اتربت في وسط الشعب. اميرة كل القصص بتاعتها اتكتبت في حكايات اسطورية مليانة بقى، تنزل سراديب وتعبر بحار وتروح محيطات وتنزل في الصحراء وتخش في بيبان غريبة جدا. في كتاب اسمه ألف ليلة وليلة. أيوة، معظم الحاجات اللي مكتوبة في ألف ليلة وليلة بتتكلم عن الأميرة اللي هي بنت خمروي ابن أحمد بن طولون. أحمد بن طولون حكم 16 سنة وجي من بعده ابنه خمروي اللي حكم 12 سنة وبس كده. الحمد لله كان الله بالسر عليم. وده كان مدة الدولة الطولونية، يعني لو أنا كحيت كده أو رحت أقعد على العرش هقعد أكتر من دول. وبارك الله فيما رزق. احنا كده خلصنا عصر الدولة الطولونية اللي للأسف كانت من أحلى وأجمل وأكتر الفترات ازدهار في التاريخ الحديث في مصر. في الفترة دي أحمد بن طولون كان ناصح واستقل عن الخلافة، بس كان بيهودهم كده من وقت التاني يروح باعت لهم فلوس عشان إيه؟ ما يقعدوش يصدعونا. فلوسنا بقت بتاعتنا والناس دخلت الجيش وحصل ازدهار ومناسيب النيل كانت كويسة وابتدينا نهتم بالزراعة وظهرت صناعات وكان عندنا حاجات مزدهرة جدا، ومصر كانت بلد غنية جدا في الوقت ده، لدرجة ان احنا كنا اغنى من بلد الخليفة ومن الخليفة نفسه اللي قاعد المفروض في الخلافة هناك في الدولة العباسية. الظاهر كده يا جماعة ان احنا اتحسدنا. واضح ان الخليفة حسدنا في عصر احمد بن طولون، فاللي خدنا ما جابنا وما كملناش كتير في الموضوع ده. طبعا احنا الصناعات ازدهرت جدا وكان في حاجات مشهورة بيها مصر زي مثلا النسيج في الوقت ده وصناعة الخزف وحاجات كتيرة قوي. وكمان مدينة القطائع اللي المؤرخين اتكلموا عنها بشكل عظيم جدا وقالوا ان هي كانت مدينة مزدهرة جدا ومدينة غنية جدا وكانت مليانة قصور. تخيل في كل الظروف اللي احنا فيها دي تتولد أميرة اسمها أسماء لقبها قطر الندى. قطر الندى دي يا ولاد حصل لها ايه؟ اتربت في القصر، فممكن تتخيل الخلفية بتاعتها عاملة ايه. كان عندها ست كده بتربيها وبتسرح لها شعرها، كانوا بيسموها الماشطة. الست دي كان اسمها أم آسيا. طبعا أسماء بنتنا حبيبتنا قطر الندى متربية في القصر وشايفة الازدهار والهنا والغنى اللي احنا فيه. مش ممكن أبدا يجي على عقلها في يوم من الأيام أو على خاطرها أو في أفكارها إن هي هتسيب مصر وحلاوة مصر وتروح تعيش في بغداد. مش ممكن هتفكر في يوم من الأيام إن هي هتسيب البلد اللي هي بتحبها بالشكل ده والناس اللي بيحبوها جدا، إن الشعب كان متعلق عاطفيا جدا بيها، وتروح تتجوز الخليفة. ويا ريت اللي جرى مكان، لكن بعد فوات الأوان حظها المشؤوم حبيبتي خلاها تتجوز الخليفة وتروح تقعد هناك. القصة ابتدت زي ما قلت لكم إن الدنيا كانت بينا وبين الخلافة في بغداد زبادي في الخلاط، كل الحاجات ماشية زي الفل، وإحنا يعني ماشيين امورنا مع الخليفة والخليفة ملوش دعوة بينا، ولما يتزنق في فلوس نروح باعتينله من وقت للتاني نديله هدايا، والموضوع ده كان مسكته وكان كفاية صراحة. بعد شوية الخليفة المعتضد ده ربنا سهله جه ابنه ومسك الحكم. ابنه ده الظاهر ان هو كان قارش ملحتنا شوية وما كانش حابب مصر، ما كانش حابب خمراوي. ابتدت تظهر خلافات كتيرة بينا، مناوشات من تحت لتحت، برغم ان احنا الجيش بتاعنا قيادة خمراوي تقريبا علم عليهم في كل المواقع اللي هم دخلوها مع بعض او كل المناوشات اللي حصلت بينا. انما احنا عايزين نستقر بقى، مش هنقعد كل شوية بقى نروح نحارب في حتة نلاقي ناس جاي لنا في حتة. عايزين نخلص بقى من القصة دي ونفضل البلد. فابننا حبيبنا خمراوي راح بعت للخليفة وقال له احنا عايزين ايه نسوي الخلافات دي، ويا دار ما دخلك شر، واحنا زمان كنا مع بعض واحنا كنا اكبر اتنين قوتين في العالم الإسلامي، فعايزين نعيد الأمجاد القديمة. ومفيش داعي بقى إيه المناوشات بقى وإيه كل شوية تروح إيه حدف علينا طوبة رمي علينا إزازة، الشغل الضيق ده. فالراجل من ناحيته هو كان صراحة في موقف أضعف كتير مننا، بس قال لك أنا كمان برضو عايزة استريح، ما تخلينا نخلص الليالي دي ونهدي الدنيا ونرجع نعيش في سلام مع بعض. ابننا خمروي كان عايز يلم الليلة وراح بعت له مكتوب قال له فيه احنا عايزين نخلص الحاجات دي، وايه يا دار ما دخلك شر،
وخلينا ايه الامور تستتب ومش عارف ايه. طبعا ده كان ابن الخليفة اللي هو الجديد جاي بقى وفارد نفسه، فعايزين ايه مش هنقعد نجرب بقى كل شوية في واحد. وقال له طبعا مع هذه الطلعة راح مديله بقى ايه كمية هدايا مش طبيعية من مصر. طبعا احنا كنا اغنياء عندنا فلوس فلازم نبعت هدايا من مستوانا، فبعت له بقى هدايا اصرف ما يهمكش. راح صارف بقى وبعت له هدايا قد كده فخمة جدا وبتعكس الرخاء اللي كان موجود في مصر في الوقت ده. الخليفة ما صدق ان احنا بعتنا له. عارف اما تبقى ايه ماسك التليفون مستني حد يكلمك معين، اول ما قبل ما يرن تروح ردت على التليفون. الراجل ما صدق، خد المكتوب وقال له انا موافق، ما عنديش اي مشكله حبيبي، انت زي ابننا خمراوي حبيبنا، احنا موافقين انك نثبتك في الحكم لمده 30 عام، بس في طلب بسيط كده اخوي ان انت هتذكر اسمي على المنابر، كانه يعني بما انه الخليفه طبعا لازم نحترمه ونديله برستيجه، هتذكر اسمي على المنابر قبل اسمك. خمراوي وصل له الكلام ده وكأنه ايه أسلك صدره، يعني اللي هو ايه الحمد لله الحمد لله mission accomplished. فراح الراجل قال له تمام زي الفل يا عم، لو على ذكر اسمك على المنابر ما عندناش مشكلة. فراح بقى يذكر اسم الخليفة على المنابر قبل اسم خمراوي. خمراوي بقى مش يتبط ويهدى، لأ حب يعلي عليه بقى، راح بعت له تاني خطاب كده مكتوب وقال له واحنا عشان نؤكد الاواصر بتاعة الصداقة والرومانسية بيننا وبين الخلافة بعرض عليك النسب بين كريمتنا قطر الندى اللي هي أسماء بنتي وبين ابن الخليفة. الخليفة برضو حبيبي رد عليه وقال له احنا ما عندناش اي مشكلة ودي حاجة تشرفنا، والبنت دي زي بنتنا وطبعا تشرفنا في بلدنا في اي وقت، واحنا بنشتري ست. المهم الخليفة الظاهر عجبه الموضوع فقال له بس البنت مش هديها لابني، هتجوزها انا بنفسي يخرب بيتك. طبعا خماروي ما قدرش يرجع في كلامه، الخليفة كان راجل كبير، يعني تصور ان هو ايه هيخطبها لابنه، فالراجل كده كبير جدا على البنت، يعني البنت اخرها هتبقى في اوائل العشرينات يعني ده لو اتأخرت يعني. فالموضوع كان بمثابة ان خماروي معرفش يقول ايه، خلاص ما ينفعش ارجع في كلامي. فخلاص يعني ارتضينا بالامر والبنت بنتنا هنروح نجوزها للخليفة وهتروح تعيش في بغداد وايه خلاص بقى، عشان ما تسحبش تاني من لساني وابعت كلام انا مش قده. ودي كانت بمثابة اللعنة اللي صابتنا وصابتهم الحقيقة، صابتنا في مصر. واضح ان حد كان عامل لنا عمل في الليلة دي ما عدتش على خير، وانهت معاها كل العصر بتاع احمد بن طولون. بس اللي بنفتكره من الايام دي هو الفرح الاسطوري والجهاز الاسطوري اللي عملناه لبنتنا قطر الندى عشان تبيض وشنا قدام الخلافة. ما ينفعش تبقى رايحة من مصر البلد اللي فيها خير، اللي فيها زرع، اللي فيها صناعات، اللي فيها ازدهار، اللي فيها رخاء وفلوس، وتروح بجهاز مش قد كده، ما ينفعش. فابتدينا نشوف ايه الحاجات اللي احنا شاطرين قوي فيها بالزيادة نعملها في مصر. الحاجات اللي موجودة هناك بقى عندهم في العراق نجيبها من العراق، ما هي يعني ايه ما عندناش عربيات نص نقل تكفي ان هي تنقل كل ده بصراحة. فالجزء الاكبر من الجهاز عملناه هنا في مصر، والحاجات اللي موجودة هناك خلاص نجيبها من هناك بقى. احنا ابتدينا ساعتها قصة انت مش اقل من بنت خالتك وعينك ما تشوف الا النور. 70 ملاية، 600 لحاف، 1500 بطانية، طقم اركو بايركس، اركوبال، طقم عشا، طقم خشاف، طقم صيني، طقم ميلامين، اركو بايركس، غير الكاسات والكوبايات والنيش، كل ده اوعوا تنسوا حاجة من الكلام ده. طبعا قيس على الكلام ده اكبر بقى بكتير لان دي خلاص بقى بنت الخليفة اللي هو بنت حاكم مصر. الراجل جاب واحد مسؤول خلاه مسؤول عن الجهاز بتاع قطر الندى، قال له روح خد من الخزنة اللي انت عايزه، انا عايز جهاز محدش شاف زيه ولا هيشوف ولا حد سمع زيه. لدرجة ان الراجل اللي ماسك الخزانة بتاعة الدولة راح لخماروي قال له انت كده هتحطنا في مأزق، احنا هنفلس، الفلوس اللي الراجل ده عمال ياخدها هتخلص خلاص، الفلوس اللي في الخزينة بتاعتنا وهنشهر افلاسنا، الفلوس مش هتقضينا. لكن خماروي بقى عايز يتمنظر قدام الخليفة فقال له اي فلوس يطلبها منك اديها له مش مهم. في واحد مؤرخ اسمه ابن دقماق، اتمنى اكون بقراه صح يعني، الراجل ده اتكلم عن الجهاز وقال ان كل الاخشاب اللي كانت معموله، طبعا الخشب كله عملناه عندنا في مصر لان احنا كنا شاطرين بقى في الزخارف بتاعه الخشب والشغل بتاع الخشب. بيقول لك ان الخشب ده كان بيتدلى منه حاجات من الاحجار الكريمه ومن اللآلئ. كمان قال انه عمل لها 100 هون من الذهب علشان تطحن فيه البخور والعود. 100 هون هتعملي ايه؟ هتولعي في البلد كلها، هتولعي في بغداد ليه 100 هون عشان تعملي فيها العود والبخور؟ مش معقول يا جماعة. اما المقريزي فبيقول انه خماروي ادى للراجل ده 1000 دينار وقال له انت تروح العراق تشوف الحاجات اللي ناقصانا تجيبها، وحتى لو لقيت حاجات احنا مش محتاجينها هاتها برضو معاك.
الراجل كتر خيره راح للخليفة قال له أنا فاضل معايا 400,000 دينار، تحب تاخدهم؟ قال له لأ، دول مكافأة ليك حبيبي على تعبك وعلى المجهود اللي انت عملته معانا في الجهاز، انت برضو تعبت معانا. فتخيلوا بيديله 400,000 دينار مكافأة، هو دفع أصلا كام في الجهاز. فالحاجات بقى اللي احنا شاطرين فيها زي النسيج بقى والحرير والكتان والحاجات الحلوة اللي فيها شغل جميل ده نعملها في مصر. مواسير الستاير لا، ما عندناش مواسير، هاتوها من عندكم في العراق تبقى على العريس. احنا عندنا خشب حلو قوي، بنشتغل حلو قوي في الخشب، خلاص احنا هنعمل كل الخشب بتاع العفش. اي حاجة تاني المولن هاتها انت المرتبة هاتها انت. ومن ساعتها يا ولاد احنا قسمنا العفش على الراجل والست، العروسة والعريس بنفس الشكل اللي حصل من ايام قطر الندى بنت خمرويه. الناس حبايبي من كتر ما هم كانوا متعلقين بقطر الندى، العفش بتاعها فضل يلف مصر كلها لمدة 6 شهور عشان الناس تتفرج عليه وتشوف الأميرة اللي بيحبوها هتعيش في قصر شكله عامل ازاي، العفش اللي هيتحط فيه. بعد ما حددوا الميعاد بتاع القران راح سافر أخو خمروي وخد معاه دفعة كده من الأمراء والحاشية، وخد بنتنا قطر الندى في هودج، وراحوا في موكب كبير من القطائع لبغداد. الموكب ده بقى كان فيه موسيقى شغالة، وكان فيه كل الأغاني اللي بنستخدمها لغاية دلوقتي في الأفراح اللي موجودة في المناطق الصغيرة، مش المدن الكبيرة، المناطق اللي لسه فيها التراث والأغاني بتاعة التراث. أغاني بقى الأفراح اللي هي معظمها يعني 18 بلس بصراحة. طبعا الأميرة هتروح هي والحاشية وعمها والكبار رجال الجند وكبار رجال الدولة، هيروحوا من القطائع يروحوا لغاية العراق. فاحنا طبعا مش هتمرمطونا، ده انا ست عروسة برضه مش عايزة اتمرمط. فابوها قرر انه هيعمل حاجة اسمها قصور الراحة. ايه يا ولاد قصور الراحة دي؟ قصور الراحة دي هيعمل ماكيت من شكل القصر اللي هتعيش فيه. كل استراحة هيبقى فيها جزء من القصر، يعني الاستراحة دي مثلا هيبقى فيها الصالون، الاستراحة التانية دي هيبقى فيها معرفش ايه بيت الراحة الاستراحة التالتة هيبقى فيها معرفش الريسبشن. وعمل نماذج من قصور الراحة دي من أول القطائع لغاية العراق عشان الأميرة تستريح في الطريق، ولما تروح بعد ما توصل ما تبقاش شكلها مبهدل وتبقى متوضبة، وحتى ميك اب وشكلها حلو شكلها أمورة، عشان هي في الآخر عروسة، عشان هي في الآخر بنتنا وبنت خالتها مش أحسن منها. طبعا بعد ما الست وصلت بغداد كان في أفراح طبعا كتيرة بتحصل هناك عشان إحياء أو عشان الفرح ده أصلا كان معمول في العراق. بعد ما اتجوزت بشوية الظاهر الجوازة دي كانت وشها وش شوم على البنت وعلينا في مصر كلنا الصراحة. خمروي ابتدى يلاقي نفسه في مطب اقتصادي، مطب عظيم، لأنه صرف كل الفلوس اللي عنده في جهاز الست بنته، واحنا قعدنا مش لاقيين ناكل. الوضع الاقتصادي بتاعنا ابتدى يتبهدل. بعد شوية عمو خمروي كان عنده مرمى كده عايز يخلصها في بلاد الشام، فراح كان عنده موقعة كده عايز ايه يخلص على الناس هناك، فراح ربنا ايه مخلص عليه. ودي كانت أول مصيبة حصلت بعد جواز بنتنا قطر الندى. أبوها مات، اتقتل في الشام وخلاص ربنا افتكره. طبعا قطر الندى عرفت الأخبار وجات لها الأخبار إن أبوها اتقتل في الشام، زعلت جدا حزنت جدا، ما قعدتش وقت طويل بعده وهي كمان ربنا افتكرها. العروسة الجميلة الحلوة ما كملتش، وتقريبا الستات القرشانات مراتات الخليفة التانيين كانوا عاملين لها عمل أو عاملين لها بلوى. البنت يا حبيبتي ما لحقتش تقعد، راحت قعدت شوية وقامت رجعلنا جثة. طبعا طريق العودة كله كان الأغاني بتاعة العديد والندب والأغاني الحزينة اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي في أماكن معينة في الجنازات. حبيبتي لسه صغيرة، ده ما كملتش، ده ما ربعنتش، ده ما عرفش ايه، خلاص ماتت ورجعلنا جثة بقى لمصر. حتى جوزها كمان الخليفة مسلمش من البلاوي اللي حصلت دي ومسلمش من اللي حصل كله، وراح حزن عليها وفضل زعلان شوية لغاية ما مات. احنا صراحة ما كانش لينا في الجواز دي خالص. بعد خمروي حبيبي ما مات وبنته ماتت والخليفة مات وكل الناس اللي سمعوا القصة دي ماتوا، اتفضل ولاده كان ظاهر صغيرين لسه في السن او ايه مش ناشفين يعني، فما قدروش يكملوا، وكانت دي نهاية العصر الطولوني، كله انتهى بسبب ام جوازها الشوم اللي حصلت دي. فأنا من مكاني بدعو كل الناس، أي حد خليفة من العراق أو خليفة من أي بلد يطلب بنتك للجواز أرجوك ما توافقش. أتمنى الحلقة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا معلومات جديدة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وتابعوني في الحلقات الجاية واعملوا سبسكرايب ولايك وشير وقولوا لي رأيكم في الحلقة، ولو عندكم أي حاجة تحبوا نتكلم فيها المرة الجاية قولوا لي عليها. أنا كنت معاكم كاثرين مرشدة سياحية بالعربي، وشكرا جدا لكم.